طبعا انا قنعان اشد القناعه بانه المدبر من قبل القيادات مالتنا، لانه هم قالوا يعني انا من دخلت داخل القصور قالوا يابا القيادات مالتكم بعتكم علينا بيع لنا عاجي، يعني هذا الكلام سمعته يعني اكثر من مره ترددوا به. فهذا الشيء انا اعتبره مدبر ويا القيادات. بعد 6 سنوات من ارتكاب مجزرة سبايكر المروعة في العراق، شهادة أحد الناجين تكشف تفاصيل عن ضلوع قيادات في الجيش العراقي بتلك المجزرة عبر تسليم مجندين إلى تنظيم داعش ليقوم بذبحهم والتنكيل بهم. طبعا اكو بعض التحقيقات اكو صار بها هوايه اكو اعذار، وكل القيادات تدري بهذا الشيء. طبعا امر عسكري، ماكو جندي ينزل بدون امر عسكري، وهيك محافظه بعيده من السبع مستحيلات. بوقتها كان الامر منتظرين الامر على اليمن على انسحابنا يكون برتل، فسووا على شكل مجاميع، ويحكي طبعا مكبر الصوت منه ايوب وخلفه قريب عليه قائد عمليات. فامرونا بهذا الشيء، الاجازه 15 يوم والطريق مامن، فماكو اي اعتراض كان من بقتها من القيادات مالتنا. طبعا يتحمل المسؤوليه قائد عمليات والمعاون مالته، لانه انا خرجت وياي حتى ضباط، يعني ضباط خرجوا وياي، ضباط اثنين انعدموا وياي بداخل القصور، ذبحوهم ذبح طبعا من اهل بغداد، بس ما تحضرنا اسمائهم. اكو بعض الضباط والقاده العسكريين تغرهم المبالغ الماليه، ولا يزال بالوقت الحاضر هسه موجوده تغرهم وجاي يساعدون ويا الاشخاص. واكو اشخاص هسه اكو عندنا مناطق لحد الان ما مطهره من هذا الشيء، والجندي ما عنده اي صلاحيه، اي صلاحيه يجي امر هاي السياره تعبر، هاي المنطقه لا تطلع لها. نطلع كمائن، احنا احد الضباط اللي عندنا، طبعا انا تابع لواء 33 قريب على الرحاليه، نطلع كمائن بالليل ضابط استخبارات ينادي على الكمائن تنسحب، نجي الصبح نلقي الاثاري ونلقي يعني اكو هوايه امور جاي، اكو مساعدات احد الضباط يساعدون هذا الشيء. المجزرة المروعة حملت اسم سبايكر، وهي قاعدة عسكرية قرب مدينة تكريت على بعد 160 كيلومترا شمال بغداد، حيث أقدم مسلحون من داعش على خطف نحو 1700 عسكري عراقي في يونيو 2014 قبل إعدامهم ودفنهم في مقابر جماعية، وفق ما روى حيدر حربي أحد الناجين من المجزرة لأخبار الآن. والاعدامات طبعا كانت خلف القصور، الذبح داخل القصر، قاعة هي كبيرة يفروها 80 شخص ذبح. كان بوقتها اللي يذبح حماد سعودي، هو ابو انس يذبح. والاعدامات خلف القصر، اكو رمي بالرصاص وشفل يشيل الجثث يخليها بلوري، واللوري من يطلع ما اعرف وين يوديه. واكو مقابر جماعيه بعد ما طلعت من القصور، فحفره وشق يعني قريب على القريه اللي انا قاعد بيها، ولا زال طبعا اعلمت القوات الامنيه بهذا الشيء واطلعوهم. شق حفروه ما يقارب ال 400 شخص دفنوهم وهم احياء، يعني حتى اصراخهم وصياحهم سمعه قريب على هذا البيت اللي انا لاجئ به. حربي سرد تفاصيل عن اللحظات التي عاشوها قبيل تنفيذ المجزرة، وكيف تم إعطائهم أوامر عسكرية بالانسحاب، ليتبين لاحقا أنه فخ نصب لهم بالتواطؤ بين قيادات عسكرية وتنظيم داعش. 2014 انتقلنا الى قياده عمليات صلاح الدين، بوقتها كان قائد عمليات علي الفريج والمساعد عقيد ركن ايوب. يوم 9 تحاصرنا، يوم 9 يوم 8 تحاصرنا، يعني اكو رمي علينا، اكو اقتحامات بالليل علينا، ارزاق انقطعت علينا. فابلغونا بانه يوم 10/6 ننسحب وين الى قاعده جويه مال سبايكر. ثاني يوم قالوا راح تنسحبون برتل عسكري الى سامراء، فما حصل هذا الشيء. ابلغونا بانه الطريق مامن، اجتمع بينا قائد عمليات على شكل مجاميع، يعني الناس عدد كثير كلش كثير، وحتى سجناء بادوش اكو ناس مخلصه وصلت لنا دخلت الى داخل القاعده. فابلغونا الطريق مامن من قبل العشائر، وتنزعون التجهيزات العسكريه، اكو ناس مسلحه سلحت من فرقه 18، ابلغوهم بالرمي السلاح ونزع التجهيزات العسكريه والمستمسكات العسكريه، وطريق مؤمن. تعرضتنا سيطره، هذا المنا ومنا السايدين كله دواعش.
وبعد أسر مئات الجنود العراقيين عمد تنظيم داعش إلى تجميعهم والتحقيق معهم تمهيدا لإعدامهم والتنكيل بهم. قالوا احنا ما عندنا شيء وياكم، راح تروحون تعلون توبه يم الوالي مال تكريت، ونفس الوقت يعني نفس السيارات نوديكم لهاليتكم لسامره، نوصلكم لسامره. فكملوا التصوير مالتهم، امتد هم مدونا مره ثانيه شتفونا، جابوا سيارات بيكمات وكيات لوريات، نقلونا الى وين اول ما فرونا بداخل تكريت بحي نسيت اسمه، حي القادسيه، فرونا بيه. لقينا طبعا الناس متهيئه لنا على شكل يعني عندها علم، واقفه على جانب الشارع الايمن ويكبرون علينا واللي يضربون بينا. فسمعنا يعني كلام سيء من عندهم. سحبونا الى المجمع القصور الرئاسي، نزلونا بالمجمع مال القصور الرئاسي، دخلنا الى قاعه كبيره يعني بعد القصور الرئاسيه يعني كلكم تعرفون بيها. فمن دخلنا جوا عددنا كان يعني العدد القصر الان بيه ما يقارب ال 3000 صرنا بيه، واحد فوق واحد. طبعا هم يوم الثالث قضوا على الناس اللي بالقصور المنتسبين بداخل القصور، قضوا عليها يوم ثالث يعني. بقوا كم واحد اكو بيهم بال40 واحد اختلفوا عليهم، قالوا يابا احنا قلنا لكم سنوا انتم ما صغيتونا لانه عدد هواي وصوت وما انتبهتونا، واحنا ناس سنة، عزلوهم على جهه ثانيه بهم 40 واحد. فيوم الثالث يعني قضوا على كل المنتسبين داخل القصور. بنفس الوقت تجي طيارات تقصف بالقصور، وعددهم كان يعني مو ذاك العدد اللي بداخل القصور، هم يعني لو بقتها مسوين انزال ممكن يعني ينقذون هاي المنتسبين داخل القصور المحتجزه داخل القصور. حربي الذي تمكن من الفرار بأعجوبة من تلك المجزرة حمل الحكومة العراقية مسؤولية ارتكابها، معتبرا أنها لم تقم بإنصاف ذوي الضحايا أو الناجين منها. لا يستحيل، الحكومه ما انصفت لحد هاي اللحظه وما اخذت اي اجراء للمسيئين وصاروا سبب لهذا قتل هاي الشباب، يعني كلها شباب. احنا معادين هسه محاربين. انا التقت بي لجنه من حقوق الانسان اعتقد، واكو بيها اشخاص يعني اجانب، فحكوا يعني حتى حكوا داخل الامانه العامه، قالوا المفروض ذولا نجوا ينحالون على التقاعد ويكون محصنين من كل النواحي. بعد سنتين من المجزرة عاد حربي إلى الجيش العراقي قبل أن يتركه بسبب عدم حصوله على مستحقاته، وليعيش حياة يأمل منها أن تنسيه ويلات مجزرة سبايكر وفساد ينهش في جسد العراق وخيراته.